بنات هنا نسوي الأكباد. هذا بصل فرمناه وسلقناه، وحبايتين نوم بصرة فلسناهن عن الحب مالتهن لين يسووا مرورة طحناهم، وحباية ثوم وحدة فرمناها وخليناها. هذه هنا انسلق، لا تضيفون مي هواي لأن هو أصلا البصل بيه مي. هسه نخلي الأكباد. يلا هسه هنا نضيف الأكباد. بنات هاي الأكباد مغسولة، أنا ما أقطعها لأن هي أصلا يعني مو حل كذا. نخلي شوية مي وبهارات وملح ونخليها على نار عالية على مود ما تنمرد. بنات هاي الأكباد انسلقت وكملت. هنا نخلي البهارات، ما نكثر بهارات لين تروح ريحة الأكباد وطعمها. نخلي من كل بهار نخلي تقريبا خاشوقة مال شاي. نخلي كمون، ونخلي بهارات قص دجاج، وهاي هنا فلفل أسود، وكركم. لا تكثرون على مود ما تروح ريحة الأكباد وطعمها. طبعا أنا مخلية قلت لكم من بصرة لاقتها ومخليتها، وهنا زيت على مود نحمسها بالزيت. طريقة الحمس مالها مو تحركيها حيل، يعني تقليب على مود ما تنمرد ويخرب شكلها. هنا بنات ننظف حوض الأسماك. أنا هنا ما صورت لكم، ماخذة من هذا المي القديم مالتهن ومخليه مي نظيف. طبعا هو مي آر نخلي، ما يصير واحد يخلي من الحنفية لين بيه كلور. زين، فهنا بدلت المي، بس مو كله لازم يبقى ربع مي من هذا القديم مالتهن على مود ما يتغير عليهن الجو. وهنا خليت الأدوية مالتهن مال الخياشيم والبكتيريا والفطريات، هاي هنا داراويكم بيهن. كان عندي حوض أكبر من هذا وبيه أسماك أكثر، بس الحوض اللي قام يسرب مي والأسماك تقريبا 6 ماتن. ما أدري من تغيير الجو أو صار بيهن مرض، مع العلم أنا معتنية بيهن يعني. هنا خليت قلت لكم العلاجات مالتهن ومال تنظيف الحوض، وخليت لهن الأكل مالتهن هذا الحبيبات الصغار. بنات اليوم نبدل المي مال عصا موسى، هذا روتين أسبوعي. هذا مي آر. ما نخلي هواي، مقدار 2.5 3 أصابع. وهذه القطرة مالت الفيتامينات موجودة عند أهل المشاتل، سعرها 1000. نخلي قطرتين لا 3، أنا أخلي 3. بنات وهذا العصا مال موسى أنا مخليه هنا، وهذا باندر هو زينة إلى هذا. وهنا ننزل الجذور على كيف هم تقطع، تخلونها مكان ما بيه ظل هواي، يعني مو ظل لازم يلوح على ضاء. وإذا دمرت الأوراق مالتها تراب
مسحوها بكلينساي وشوية بيها مي.